السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل حاجة بسيطة جدا بس جميلة جدا جدا، وبتفوت علينا قوي ان احنا نعمل الطماطم، نخللها ونخلل البدنجان بطريقتين. طبعا الطماطم مفيدة جدا جدا، هعملها لكم دلوقتي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسونيش اشتراك في القناة ولايك وتعليق جميل كده منكم. اول حاجة طبعا هنختار كده حاجات تكون كويسة، الطماطم تكون حلوة، والبرنجان الصغير ده مش عارفة بيسموه ايه. وطبعا هجهز ليمون، وهجهز فلفل احمر وفلفل اخضر. هطلع شوية من البرنجان ده، الرفيع منه هسلقه، والتاني هقليه هوريكم دلوقتي ازاي. اما الطماطم تكون سليمه وتكون جامده وتكون حلوه كده. الطماطم طبعا مفيده جدا ومليانه فيتامين سي. وطبعا دلوقتي ما بقاش الاول، احنا كنا نقف في المطبخ كده جنب مامتنا ناكل الطماطمايه على بعضها كده، دلوقتي ما بيحصلش الكلام ده. فاحنا لازم نقدم الطماطم باي طريقه تفتح نفس ولادنا علشان ياكلوها. فطبعا حلوه جدا جدا في التخليل، وبتعيش يعني ممكن الطبق ده هيعيش عندك، تحطيه في علبه كده وتطلعيه دايما على الغدا. هتلاقيه حاجة كده سلطة جاهزة طبيعية كده وتفتح النفس. بنطلع طبعا الطماطم بتقطعيها بالطريقة اللي تعجبك. انا عملتها كده وردات، وفي نفس الوقت عملتها برضو شرايح. طماطم اهي جميلة قوي بصراحة، الطماطم بتفتح النفس يعني. جبت بقى فلفل اخضر ضربته مع فلفل احمر. طبعا انا التوم عاملاه اصلا مفرزناه من شهر اتنين، وممكن اسيب لكم اللينك في الوصف، صندوق الوصف لينك الفيديو. وهوريكم طبعا انا حطيت هنا طماطمايه، نص طماطمايه مع الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، وضربتهم كويس. اما بقى التوم هوريكم دلوقتي، التوم اللي انا مفرزناه من شهر اتنين قد ايه ابيض ونفس اللون وما اتغيرش في لونه نهائيا. عملته بطريقه كانت جميله جدا، كان يهمني قوي قوي ان انتوا تشرفوني وتشوفوا الفيديو بتاع التوم. التوم ابيض تماما. طبعا انا بفضيه من الكيس، طبعا انا كنت مفرزناه وحطاه في علب، وجوه العلبة كيس، اكياس توم مفرزناه بطريقة معينة وبملح بمقدار معين. بطلعه بحطه في البرطمان وبحطه برضه في الفريزر. بصي التوم ابيض من شهر اتنين في منتهى الجمال. هتبلها طبعا. يبقى انا هنا حطيت فلفل اخضر، فلفل احمر، حطيت التوم، وحطيت طماطمايه، وحطيت ملح، حطيت كمون، هحط كزبره كمان ناعمه. بس كده، هي دي التتبيله بتاعتي. هحط بقى، هعصر كمان ليمونه، وهحط خل وزيت. يا ما اقولكمش يا جماعه على جمال التتبيله دي، ولا ريحتها ولا طعمتها. حقيقي حقيقي. وحافظت الطماطم عندي، والله اتحطت في التلاجة العلبة اسبوع باكل منها انا واسرتي، في منتهى الجمال وتفتح النفس حقيقي. حطيت ليمونة، وبرده خل، حوالي مثلا معلقة خل، معلقة زيت كمان. اقلبهم كويس واحشي بيهم الطماطم، وهي دي برضو نفس الحشوة اللي انا هستخدمها في حشوة البدنجان المسلوق والمقلي اللي انا هقليه دلوقتي. هبدأ بقى اني انا احشي الطماطم بالحشوة الجميلة دي اللي تفتح النفس. دي بقى اللي هي كانت شرايح، ما بتقطعهاش لغاية الآخر، بتخليها شابكة في بعضها كده، بتشوقيها بس وبتحشيها. على فكرة الخلطة دي تعتبر يعني مادة حافظة للطماطم. قد ايه الطماطم عاشت بالمنظر ده، في منتهى الجمال، في منتهى الجمال. يمكن انا بسجل الفيديو ده وبعمل المونتاج بتاعه بعد ما صورته بحوالي اسبوع. حقيقي حقيقي انا يعني انا متعودة اني انا لما بصور حاجة مش بنزلها قبل ما اتاكد واكل الحاجه واتاكد من طعمتها ومن حلاوتها. الحاجه لما لو طلعت مش مظبوطه انا مش بنزل الفيديو بتاعي. يعني انا الطماطم دي اقسم بالله اسبوع باكل منها انا والاسره، في منتهى جمال. عاشت قد ايه عاشت، والخلطه دي عملت لها زي عمليه حفظ بجد يعني، منتهى الجمال. وبتديها سكر كده، جميله جميله جميله.
وفي كمان ناس بتاكلها على الغدا، بتحطها على الطماطم على الرز أصلًا وتاكلها الطماطم دي. طبعًا هنا ده البدنجان اللي هو اتسلق، أنا باسلقه وهو سليم كده بالراس بتاعته، وباجي بعد كده باشيلها في منتهى الشياكة علشان تفضل البوزة اللي من فوق دي موجودة، واحافظ على منظر البدنجانية نفسها. أيوه، باحاول إني أنا أحافظ على شكلها علشان خاطر تبقى جميلة كده وهي في التقديم. طبعًا أنا هنا باقلي بقية البدنجان، مش باسلقه خالص، أنا باقليه. أنا عملت جزء كده وجزء كده. طبعًا الحلة دي طبعًا أنا مش عايزة أقول لكم، يعني أنا اتهريت حِلَل من اللي هي السيراميك اللي باستمرار بتبوظ. أهي ده كان طقم برضه كنت جايباه وباظ، فعملته للقلي. أدي البدنجان اللي مقلي، أبدأ إني أنا أسيبه بس يبرد شوية، وأبدأ أحشي بالحشوة بتاعتي، برضه نفس الحشوة بتاعة الطماطم. هاحشي بيها البدنجان بتاعي. طبعًا البدنجان ده أنا عملته طلع معايا المقدار بتاعي، حطيته في علبتين، علبة للمقلي وعلبة للمسلوق. عايزة أقول لكم أنا امرأة عاملة، يعني أنا باروح شغلي وكده، فالحاجات دي أنا بقى باحط منها جزء في الفريزر باطلّعه وقت اللزوم. أنا مش كل حاجة باستخدمها دلوقتي، لأ، أنا باعمل كده وأفرزن وأحط في علب وأحط في الفريزر وأطلّع وقت ما أنا عايزة. أهي رصيتها أهي. بالنسبة الست اللي بتروح شغلها وتنزل كل يوم، طبعًا إحنا مش بنقدر نُقف كل يوم في المطبخ، فأنا لمّا أقف أعمل كمية، يعني أقف أعمل وهاتعب، باعمل كمية وبقى عندي العلب اللي هي البلاستيك الشفافة دي اللي بغطا، بتجيبيها من عند الراجل اللي هو بتاع الأكياس والحاجات دي، وبتفرزني في الفريزر. وقت اللزوم بقى الحاجة بتبقى جميلة، جميلة، جميلة. أهي أنا حشيتها. أيوه. دلوقتي التحبيشة بتاعتي دي حطيتها كلّها، بقت في منتهى الجمال. خلاص كده أنا عملت الكمية دي ورصيتها أهي. طبعًا أنا هاحطها دلوقتي في طبق التقديم، بس بعد كده أنا فصلتها وحطيتها في علبتين، وحطيت علبة على رف التلاجة باستخدمها، والعلبة التانية في الفريزر. لمّا اللي تحت تخلص باطلّع اللي فوق. لازم تعودي نفسِك تعملي حاجتِك، أمّا تيجي تُقفي ما تُقفيش كتير، تُقفي تعملي كمية وتفرزني وتحطي في الفريزر. يا رب، يا رب، يا رب حاجتي تكون بتعجبكم، وأتمنى تشرفوني بالاشتراك في القناة، ولايك جميل كده منكم، وتعليق جميل، وإلى اللقاء.